Bounce. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة تانية، وآسف جدا على التأخير لظروف خارجة عن إرادتي. النهاردة هقدم لكم شرح إزاي تقدر تعمل مقدمة للقناة بتاعتك بشكل سهل جدا عن طريق تليفونك الأندرويد، وخاصة عن طريق برنامج الكين ماستر. بداية لازم يكون معاك مجموعة من الأدوات، اللي هي طبعا هاتف بنظام اندرويد، برنامج الكين ماستر، ومعاه انترو، وده بتقدر تنزله عن طريق اليوتيوب. لو كتبت على اليوتيوب مثلا انترو نو تكست، او انترو بس، مجرد تكتب كلمة انترو سواء بالعربي او باللغة الانجليزية، هيجي لك مجموعة من الانتروهات الفاضية، ودي تقدر تستعملها انك تقدر تعمل اي مقدمة لقناتك. في طبعا طرق احترافية كتير، ده عن طريق الافتر افكت تابع لشركة ادوبي. وده طبعا يعني شرح يطول شرحه. بسم الله هنبتدي نبدأ شرح النهاردة. بداية أنا كنت شغال على مشروع انترو. هنخش على برنامج الكين ماستر. ده المشروع اللي أنا كنت شغال عليه. أخش عليه وهعمل دخول على التعديل، وهعمل تسجيل وهضغط المشروع. Bounce. هنخرج نحذف المشروع تماما. بداية انت بتنزل انترو من على اليوتيوب، وليكن مثلا انا دلوقتي اخش اعمل مشروع جديد، مشروع فارغ. خش على مستعرض الوسائط، وبعد كده هنخش على مكان اللي اتحفظ فيه الفيديو بعد ما نزلته من على اليوتيوب. ولو عايزين تعرفوا طريقة تنزيل الفيديو من على اليوتيوب عن طريق الموبايل اندرويد، في رابط شرح بحطه تحت الفيديو في الديسكريبشن. نختار الفيديو الانترو، ونضغط الدايرة اللي فوق صح. ده شكل الانترو وهو شغال. Bounce. كل اللي عليك لو حضرتك عندك لوجو خاص بيك بتخش على الطبقات. لو حضرتك عندك لوجو خاص بيك ممكن تحطه جوه الدايرة ديت عن طريق انك تضغط على صورة وتختار اللوجو الخاص بيك. اما لو حضرتك عايز تكتب اي حاجة انت عايزها، نفرض مثلا نخش على النص، عايزين نكتب اي كلمة، وليكن مثلا فكر تكنولوجي. ندوس موافق. الكلمة بتتحط بشكل اوتوماتيك في النص، وطبعا تقدر تغير مكانها عن طريق الفقرة اللي تحت دي. مثلا دي ممكن تجيب لك كلمة بالشكل ده، ودي ممكن تجيبها لك كده، هي كده في نص منتصف الفيديو تماما. حضرتك ممكن تتحكم في حجمها عن طريق السهم الموجود هنا. ممكن نكبرها بالشكل دوت كده. بيظهر عندك الشريط اللي تحت ده فيه كلمة فكر تكنولوجي، أو الفريم اللي انت شغال عليه دلوقتي. تبتدي تتحكم في حجمه انك بتسحب كده، تتحكم في مدته، يعني مثلا انت عايزه ينتهي في آخر الفيديو، وهنا مثلا عايزه يبتدي من الأول خالص.
وبتبتدي تشوف، يعني بتدوس صح فوق، وبتبتدي تشوف شكل الفيديو او الانترو ده عامل ازاي بعد ما حطيت الكلمة. طبعا حاجة عادية خالص مفيهاش اي مشكلة. دلوقتي احنا عايزين بقى يعني ندي واقعية اكتر للكلمة اللي حضرتك كتبتها في منتصف الفيديو. وليكن مثلا بداية الفيديو من وقت ما انا مثلا حاططها هنا كده بالظبط. تخش على الكلمة، في مجموعة ادوات عندك. طبعا انت اول حاجة مثلا مش عاجبك نوع الخط ده، تبتدي تخش على كلمة ايه. في عندك مجموعة من الخطوط العربي، هي للأسف قليلة في البرنامج. تختار أي نوع، بتدوس علامة صح. فده نوع من الخطوط بتكبره شوية لأن صيغة الخط دي حجمها صغير، وبتدوس على صح. طبعا ده شكل الفيديو. دلوقتي انت عايز تعمل له حركة مع يعني دخلة الدايرة. يعني مثلا احنا دلوقتي هنخش هنا كده نشغل الفيديو. الكلمة ثابتة، انت عايز تعمل لها دخلة، تخش على الكلمة، بتختار رسوم متحركة داخلية. هنختار في عندك انواع كتير، يعني في مثلا تلاشي بيبتدي يظهر بالشكل ده، في انبثاق تظهر بالشكل ده. ف وليكن مثلا هختار تدوير في اتجاه عقارب الساعة. دي على ما اعتقد ممكن تكون افضل، وكل واحد طبعا على حسب يعني رؤيته. هنشغل تظهر الكلمة بالشكل ده. طبعا احنا عايزين مثلا مع بداية دخلة المقطع الموسيقي يبقى فيه برضو حركة تانية. بتبتدي تعمل ايه؟ تيجي عند البداية مثلا، بداية المقطع الموسيقي، وليكن مثلا البداية من أول هنا مثلا. بتبتدي تقف على الكلمة مرة تانية، تضغط على فك التكنولوجي باللون اللي هي باللون الأصفر اللي تحت، وبتختار حاجة اسمها بتختار المقص. وده ليه؟ لأن حضرتك لو أضفت التأثير دوت عليها، هي دلوقتي هيتطبق على الكلمة كلها من بداية المقطع لغاية آخره. لكن حضرتك لو عملت علامة المقص دي واخترت تقسيم، التقسيم ده هيعزل لك جزء معين انت عايز تعمل عليه افكت معين. فهنعمل كده. هو دلوقتي عمل، لو تلاحظوا، عمل فصل ما بين يعني ما بين الفريم الاولاني والفريم التاني. انت طبعا هتختار الايه، الفريم التاني، عشان تعمل عليه الافكت اللي انت عايزه. هنختار مثلا بتختار طبعا التعبير، ما بتختارش رسوم متحركة داخلية، بتختار التعبير. في برضو عندك مجموعة كبيرة، في كده مثلا في تردد بالشكل ده كده بيقعد ينور ويطفي، في نبض. آه، بتختار بقى الحاجة اللي انت عايزها. في مثلا حلقة، حاجة زي دي، في عائم عندها بالشكل ده. ممكن نعمل مثلا يبقى بالشكل ده كده ماشي مع الموسيقى. بتعمل علامة صح. ممكن بقى نرجع كده نشوف الفيديو بقى عامل ازاي. مفيش اي حاجة تانية ممكن تتضاف في البرنامج ده طبعا، غير في مثلا الصورة. لو حضرتك عندك لوجو زي ما ذكرت في اول الشرح. طبعا في برضو ممكن تغير لون الكلمة لو حضرتك عايز، وممكن تختار اي نوع انترو تاني. يعني مش شرط الانترو اللي انا يعني شغال عليه دوت. في انواع كتير جدا من الانتروهات ممكن تعمل بيها اللي انت عايزه. طبعا في انترو مدته اطول من كده تقدر تضيف فيه اي حاجة انت عايزها، بس دي تعتبر من اسهل الطرق اللي ممكن تعمل بيها انترو للقناة بتاعتك. حضرتك لو حابب في النهاية تحفظ
الحفظ بيكون عن طريق انك بتخرج تعمل رجوع للبرنامج عليه، بتخش على المشروع اللي انت عامله، بتدوس على علامة المشاركة. هو بيبتدي يدخلك على حاجة اسمها حفظ الفيديو في المعرض، بتدوس عليها وبتختار طبعا اعلى دقة لان ده انترو، بتختار اعلى دقة، ومجرد ما بتختارها هو بيبتدي يحفظها عند حضرتك في المعرض. دي طريقة ايه حفظ الانترو بعد ما حضرتك تنتهي منه. وبكده يكون انتهى شرحنا النهاردة ازاي تقدر تعمل انترو عن طريق الاندرويد. وان شاء الله هيكون في درس انك ازاي تقدر تعمل انترو عن طريق الكمبيوتر. ودمتم في سلام الله.